احنا ما بنعرفش نشتري اجانب. ما عندوش حظ خالص ولا توفيق. يعني هي زي ما انت قلت، زمان كان الوضع مختلف، ما كانتش التقنيات الحديثه موجوده، فانت رحت شفت لعيب شفته في كاس عالم الانديه، شفته قدامك في دوري الابطال زي فلافيو جاب فيه جونين في استاد القاهره، شفت جilberto جبته. انما غير كده امشي هتلاقي الاهلي جاب صفقات اجانب كتير وحشه جدا. مع بدايه 2016 بقى لما جبت جونيور اجاييه وبعدين علي معلول، بدا الاهلي شويه يشتغل على الاجانب بشكل احسن من الاول، ومع ذلك برضه زي ما عز قال لعيب زي الفائد كتير من الاهلي، كتير جدا، الهالك كتير، والتر بواليا، ميكيسوني وبواليا. انا دايما بشوف ان انت الاول انت عايز ايه اصلا لما تيجي تختار اجنبي؟ لان ده سؤال مهم. جمهور الاهلي طموحاته عاليه، يقول لك انا لسه هقعد اجرب، انا عايز لعيب يجي يخلص. فالاهلي بدا يلجا لحاجه انا بشوف ان هي مش صح على طول، ان انا بقى دايما الحاجه اللي بصطاد بيها اللعيب، انا بلعب كاس عالم الانديه وبلعب نهائي دوري الابطال، فتعالى هديك هنا مرتب كويس. انا مش عايز دي تبقى بس هي السناره اللي بجيب بيها اللعيب، انا عايز اشتغل على كذا محور. المحور الاولاني، انا نادي بنافس، مفيش مانع ان انا كل سوق انتقالات او كل سنه ابقى بستهدف لعيب سفاح. لو واحد لعيب خط وسط ديفندر ملوش حل، جناح ملوش حل، فيرود ملوش حل، وادفع فيه. انما انا لازم يبقى عندي خطه طويله الاجل شويه، ان انا بكون شباب بتيجي سكاوتنج تيم، وده موجود في اي حته، وبالمناسبه هو مش حاجه صعبه، مش سهل، الناس دي مش سهله ومش صعبه، بس هتقعد تجرب وتغلط تجرب وتغلط لحد ما تلاقي الطريق. انا بشتغل على لعيبه هتديني بعد سنتين، وبشتريها بأثمان مش غاليه وبستثمر فيها. على سبيل المثال انت وليد ازارو كابتن علاء ميهوب النقاه مثلا، او يعني هو كابتن علاء ميهوب في الاخر بعينه بس. ايوه. وفي نفس الوقت بشتغل على لعيبه من شمال افريقيا. ليه انا قلت شمال افريقيا؟ انا بشوف ان شمال افريقيا معدل نجاحهم في مصر اكتر دلوقتي من اللعيبه اللي جايه من غرب وجنوب افريقيا. ده حقيقي. يعني مثلا بفتكر مره كان المعلق الكبير عصام الشوالي كان بيعلق ماتش الانتر ميلان في دوري الابطال زمان شويه، فكان في لعيب بيلعب في انتر ميلان اسمه اوبا مارتينيز، ده لعيب نيجيري. اوبافيمي مارتينيز. فكان اوبافيمي كان بيلعبوا ماتش في موسكو، فطبعا ده لعيب جاي من ادغال افريقيا الحر وبتاع. فعصام الشوالي بيقول للمدرب انت ازاي فكرت تلعبه الماتش ده؟ انت بتجيب لعيب برده من غرب او جنوب افريقيا ثقافته مختلفه. انت مثلا لاعب زي بيرسي تاو، طباعه مش شبهنا خالص، مش شبهنا خالص، على طول قالب وشه. ملكه توفي ايه هو الموديل بتاعه نازل كده. لا بس عادي، انا فلازم عمري ما شفته